آه، يا قلبي، في ناس الوحدة كسرتهم، وفي ناس الوحدة بنتهم، وفي ناس لمّا اتعودت تعيش لوحدها بقت صعب إن هي تتعلق بأي حد في الدنيا دي كلها. الناس اللي بتتعود على الوحدة الصحية أو الاستقلال العاطفي مش بيكونوا محتاجين ناس تنقذهم. أنا وحيد، انقذوني، أنا لوحدي، أنا عايزة أدخل في علاقة، أنا عايزة أرتبط بأي بنت. الناس دي بيدوروا على حب ناضج يكون موجود معاهم، مش ينقذهم من الخوف اللي جواهم. وعلى فكرة ده بيخوف ناس كتير قوي لأنهم بيكونوا داخلين علاقة احتياج، مش اختيار. عارفين الناس دي اللي بيكون عندها استقلال عاطفي وحدود صحية في العلاقات بيكون عندها ايه؟ أولا حدود عاطفية زي ما قلت، مش بتخاف من المسافات والبعد، بتفهم العاطفة من غير تملك، بتختار العلاقة عن وعي مش خوف. وده بيعمل ايه؟ بيكشف الناس اللي قدامهم جدا، لأن مش كل الناس مرتاحة قدام الناس اللي مش محتاجة. ركزوا في البوينت دي. يلا بقى، عايزة أعرف آرائكم في الكومنتات. إحنا بندخل العلاقات خوف ولا حب؟ قابلنا ناس عندهم حدود عاطفية كتير؟ يلا بقى، عايزة أعرف آرائكم في الكومنتات.